أهلا وسهلا المتابعات الغزالات ديالي، عاملين بخير؟ أموركم هانية؟ أحوالكم مزيانة؟ كنتمنى لا فيديو اليوم يلقاكم في أتم الصحة والعافية يا أحلى وأغلى متابعات. فيديو جديد ودائما مع الشوشرة، وهاد المرة هذا الكبش الفداء ديال مشتتين الأسر. سفيان ملي كدور لهم كتدخلهم الحلوفة كيمشيو لداك الحويط القصيور مسكين سفيان. سفيان قال لك كيشكر الجزائريين. سفيان عاد جاهم كيشكر الجزائريين. أما هذيك فيفي عبدو اللي كانت كتخرج خرجات بعدا مباشرة من مور ديك البلبالة ديال الكرة، وهذه كانت حلات لايف في تيك توك وطلعات كتشكر الجزائريات ديالها، المتابعات ديالها، وكتقول لهم انتم سمينه وعسيله على القليب ديالي. هذيك ما يهضروش عليها، لان هذيك خط احمر. وسفيان مسكين اللي غير شبر يا فمو قول، هذاك مسكين كطلعوا وتعطيو له العصا، لان هذاك الحيط القصيوار او لا هذاك سفيان اللي ما تبلع لكمشي، اللي ما مشالكمش في الخط ديالكم وما مشالكمش في الاجرام ديالكم. تفضحتوا. هذه هي السياسه اللي ماشيين عليها، وهذه هي السياسه اللي خدامين بها. ديك المره كان سفيان الغزال في سفيان الفن مسكين الدريويش، ودابا ولا سفيان الحفيان هو والعائله ديالو. علاش؟ لسبب بسيط، لانهما عائله متماسكه، عائله متشبته ببعضياتها، وانا كنحترم هاد النوع ديال العائله. فهمتي؟ عكس ديك قليلة الأصل، قليلة قليلة الخير، إنسانة عديمة الضمير، عديمة الإنسانية، اللي طلعت وشرشمت العائلة ديال العم ديالها، وضربات العائلة ديال مربوحة، وما خلات ما نسات، ما قالت في هاد الناس هادو غير باش اطلع الادسانس ديالها. بالعكس، انا كبر في عيني هاد الولد هذا بزاف، والله يسهل عليه، وكنتمنى من الجميع يدعموا، لان فغيمون ولد انا منين وقف مع العائله ديالو، وكان ان شاء الله في بدايه المشوار ديالو في القناه، واختار العائله ديالو. هذا كيبين على الحسن التربيه ديال الام والاب ديالو. هادو هما الناس اللي كنقولوا الله يرحم اللي رباكم، عكس الناس اللي كيشوفوا ديك العائلة الحقيرة اللي كتشوف هذيك الحتالة بنتهم كتضرب في الأعراض ديال العم ديالها والعائلة ديال العم ديالها، ومرت العم ديالها ما خلات ما نسات فيها مرت عمها اللي دارت فيها الخير ودخلاتها، وفي الوقت اللي ما مشاتش عند امها اللي ولداتها وجابت الزبلة ومشات عند مرت عمها وستراتها ودخلاتها وحسباتها بنتها وستراتها، ولحد الآن ما عمرها ما خرجت وهضرات فيها. يعني هاد الناس هادو ضربات فيهم وراكم شفتوا وما خلات ما عملات. وفين هي الأم عباد الله هاد البنت؟ فين هو هاد الأب؟ ما كاينه لا أم ولا الأب. ما كيبانليش هنا ما عندها لا والدين لا جدر لا تصيلة، لأن اللي كيكونوا عندهم والدين وكيكونوا عندهم سلطة على ولادهم كيبانوا. فهمتوا؟ كيبانوا. اما هاد الحتالة هادي اللي تسلطات علينا، هادي مسخوطة د الوالدين ديالها. اولا باين العربون، هادي مسخوطة د الوالدين ديالها. طلع تمثل علينا مرضية ما مرضية، انت مسخوطة دمك ومسخوطة ديال باك، لان فعلا ولا كانوا والديك حاكمينك وكتسمعي للوالدين ديالك، راه انا متاكده راه الام ما تشوفش البنت كتضرب في الاعراض وكتدخل في المشاكل وكتضرب في العائله ديال الاب ديالها، واللي الاب كتضرب في مرت عمها وضربات في عمها، والاب ديالها باقي خدام مع العم ديالها وما كتراعي حتى شي حاجه. هذا كدل على بانها مسخوطه من دوك المساخيط اللي بالطبع. وغادي نهضر على واحد النقطة أخرى البنات، وهي
هاد الحقيرة اللي كتطلع تضحك على عباد الله، هاد الحقيرة اللي كتطلع كتمثّل على عباد الله، عاد البارح وهي سخفانة و واليوم طالعة جايبة لنا ديك المرا مسكينة باقي لها غير نهار في الدنيا، طلعاها مسكينة كتهز حتى هي الذنوب على العاتق ديالها، والسيدة ما باغاش تنسى العائلة ديالها، يعني باغا تخدم لأن ما عندها ما تعطي، ما عندها كمارة، ما عندها قبول، ما عندها سيفة، ما عند جد والديها حتى شي حاجة، حتى شي حاجة، طالعة بالعائلة ديال العم ديالها، لقات فيهم ميمي صافي باغا تخدم بيهم صحة، ولكن كنقول لك أبنتي غير زيدي جمعي شوية ديال الدراهم لأنكِ قريبين يوجدوا لك الوريقات باش إن شاء الله تسافري لسويسرا، هذا خبر زوين، فهمتي، أنا جايبة لك خبيرة زوينة، المهم زيدي ماشي مشكل، زيدي ضربي في سيادك، زيدي ضربي في للياتك اللي ما توصليلهمش حتى بالدفلة ديالهم على ما يوجدوا لك الوراق، فهمتي، تخرج لك الفيزا إن شاء الله وتمشي لسويسرا، فهمتيني. تمشي لسويسرا، وعلى الله منين تمشي لسويسرا تنقى لك، تنقى العقل ديالك ويحيد منك السم ويحيد منك الحقد، لأنك عندك واحد الحقد دفين 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 من جهة العائلة ديال العم ديالك، للأسف ولينا كنشوفو هاد النوع خطير ديال البشر، أقسم بالله يا صحاباتي هاد النوع خطير 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 خطير، وخارجة بديك المرا الشارفة إيوا كتقول كلاوها اللحم ورماوها عظم، علاش أختي؟ ياك ما هي اللي دارتلهم الفيرما، ياك هي اللي دارتلهم الفيرما وهي اللي فرشاتلهم وهي اللي قداتهم وهي اللي وقفاتهم على رجلهم، والنهار اللي وقفاتهم تشاطوا فيها، أولا هي اللي وصّلاتهم، اللي كلاوها اللحم ورماوها عظم، واش نتي شوية لاباس؟ نتي والله أختي بنتي لي نتي راكي خصك تمشي لبن رشيد، والله إلا خصك تمشي لشي مصحة تعالجي، لأنك نتينا كتبانيني ماشي طبيعية، والله ماشي طبيعية، أنا أختي بعدا كتشهميني وطالعة وكتخرجي في عينك وراكي نتي اللي كتستغليها، قالك كانوا يستغلوها، فين استغلوها؟ فين استغلوها؟ قول لي فين استغلوها؟ بغيت نعرف هاد الناس فين استغلوا ديك المرا، وزايدون عطاهم الله، ربي رزقهم، أي واحد كيطمح لشي حاجة أولا كيسعى ليها ربي كيكمل عليه بالخير، وهما ربي عطاهم على قد نيتهم، ونتوما عطاكم ربي على قد نيتكم، راه كل واحد ربي كيعطيه على قد النية ديالو، وزايدون هاديك تكون عمتو ولا ختو ولا مرت، عفوا البنات، تكون عمتو أولا خالتو أولا، هما ماشي ملزومين يعطيوها، عندها وليداتها هما اللي يتكفلوا بها، أما هاد العم ديالك راه ولا عطا شي حاجة راه عامل الجود والكرم ديالو، راه حتى شي واحد ما مفروض عليه، هاد العم هذا مفروض عليه شي واحد من غير العائلة ديالو الصغيرة فقط، وليداتو ومراتو هادو اللي ملزومين عليه، سمعتيني بنيتي، سمعتيني أبنيتي، ولا عندك شي محتوى نوضي ديريه، أما هاد الشي هذا السعاية راه طلع لنا في المخ، هاد الشي هذا ديالك طلع لنا في المخ، أصلا انت ما مقبولاش، لي فيديوهات ديالك كاملين كآبة في كآبة في كآبة، منين دايرة لنا فيديو سيري طلعي على بنت عمك، عفوا بنت خالتك، ياك بنت خالتك مريضة أولا بهاد المرا اللي جالسة كتسعاي بيها السعاية، سيري عند مالكي ما مشيتيش درتي أول فيديو قلتي راه نمشيو عند بنت خالتي، باش تعرفي راسك بأنك نتينا أحقر من الحقر، أحقر من الحقر، وعائلة البهجة وعائلة بربوحة ما مصروطينلكش، المهم غادي نزيد نذكرك
عيشي شوية الحياة لأنك غادي تمشي لسويسرا، الوريقات علاين يوجدوه لك، سمعتي بنيتي الوريقات على من يخرجوا لك، ورحلة سعيدة. المهم الكبيدات ديالي ما نطولش عليكم، كان هذا لا فيديو د اليوم. ما تنساونيش بالتعليق ديالكم، الآراء ديالكم، اللايكات ديالكم، واللي باقي مشترك في هذه القناة جديدة ديروا لي اشتراك فضلا وليس أمر باش يوصلكم كل ما هو جديد. إلى اللقاء، إلى فيديو قادم إن شاء الله.